عبد الفتاح السيسي لما بيتكلم عن ضعف الإنتاج وضعف الموارد في مصر بيتهم الشعب، بيقول له أنت اللي مكسل ما بتنتجش. طيب، ولما بيتكلم عن ارتفاع سعر الدولار بيتهم الشعب وبيتهم الظروف الخارجية وبيتهم الحرب الأوكرانية وبيتهم أم بتعة اللي بتبيع ترمس على ناصية الحارة وبيتهم كل الأطراف من كل الجهات، لكنه ما بيتكلمش عن فشله هو الشخصي ولا فشل سلطته. فالإنتاج ضعيف لأن الشعب وحش، والدولار بيغلى لأن الظروف وحشة، والبطالة بتنتشر في مصر بسبب الحرب اللي في وائل وهكذا وهكذا. الله، هو مش مهمة الرئيس ده برضو إن هو بيدير الدولة بحيث يحقق للشعب اللي فيها أفضل حياة في ظل الموارد المتاحة؟ مش كده؟ ومش الموارد المتاحة في مصر دي كانت معيشة الشعب أحسن ما هو عايش دلوقتي 30 نوبة في ظل رؤساء وحكومات أخرى مش أكتر. ما كانوش عدلين، ما كانوش النيئة يعني، بس ما كانوش زبالة قوي كده. طيب، هو مش كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ هو مش لما المنتخب بتاع الكرة بيخسر بنغير المدرب؟ هو لما الفرقة الموسيقية بتتلخبط في العزف مش بنغير المايسترو؟ هو لما العيال بتسقط في الفصل مش بنغير المدرس؟ مش كده؟ مش ده المنطق الطبيعي؟ يبقى لما تبقى فيه دولة ما بكل هذا الفشل، المنطق الطبيعي بيقول نغير الرئيس. لكن أبدا، هو عبد الفتاح السيسي شايف إنه فيه 105 مليون واحد غلطانين، إنما هو مش غلطان. معقول يكون الفكر اللي احنا بنقدسه ده يدفع بالأمة دي بالكامل إن هي تبقى مصدر للقلق وللخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها؟ مش ممكن يكون الفكر ده اللي تم تقديسه نصوص وأفكار تم تقديسها على مئات السنين وأصبح الخروج عليها صعب قوي لدرجة إن هي بتعادي الدنيا كلها، بتعادي الدنيا كلها. يعني 1.6 مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هم؟ مش ممكن. طالما انا هستعير منطقه هقول له يعني نغلط 105 عشان 105 مليون عشان انت ما تبقاش غلطان؟ مش انت قلت قبل كده على المسلمين واتهمتهم بان هم واحد ومش عارف كام من 10 مليار عايزين يموتوا بقيه ال7 مليار، واعتبرت ان ده منطق معكوس ومنكوس لان القليل مش من حقه ان هو يدين الكتير ولا ان هو يتخلص منه؟ مش كده؟ طيب، تعال نستخدم منطقك ده نفسه معاك. انت واحد علشان خاطر نبرر فشل واحد لازم نقعد نعذب ونهزق وندين ونجوع شعب من 105 مليون إنسان على الأقل؟ ده يرضي ربنا؟ يا عم نخلص من الواحد، لو هو كويس يبقى احنا رحمناه من الشعب الفاشل ده، ولو هو مش كويس وهذه هي الحقيقة فيبقى احنا رحمنا الشعب ده منه. دي أشباه دولة مش دولة حقيقية. حقوق إيه؟ أنا مش هاكل، أنا مش عارف أعلم، مش عارف أعالج، مش عارف أشغل، مش عارف أسكن. مش مطلوب تعيشوا. مش هناكل؟ ما ناكلش. هنجوع يعني؟ نجوع. ايه المشكلة يعني؟ ويقول لك خلي بالك ده مش سائل فيك، خلي بالك دول مش واخدين بالهم منكم، خلي بالك ده ما بيأكلكش، خلي بالك ده ما بيعلمكش. بس ما قالكش خلي بالك انك انت فقير قوي؟ محدش قالك انك انت فقير قوي؟ لا، يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي، فقراء قوي. كان هناك أحد الولاة الذين كانوا يظلمون الناس، فاشتكى الناس ظلمه للخليفة، فالخليفة قال لهم أبدا ده كويس قوي. قالوا له طيب يا عم الوالي ده انت شايفه ازاي عادل يعني؟ قال لهم ده أعدل والي عندي. قال لهم طيب، قالوا طيب واحنا مش أنانيين، إذا ده أعدل والي عندك وديه لناس غيرنا وهات لنا واحد من اللي بيظلموهم دول، احنا بزيادة علينا كده عدل، احنا شبعنا كده عدل. فيا سيسي احنا كده شبعنا عدل وبركة وأمانة وصدق وشرف،
من الأشياء أو الصفات التي تدعيها لنفسك والتي لم تصدق في واحدة منها، والأحوال كلها تكذبك. لكن يا عم خليك صادق، وخلينا احنا وحشين وبزيادة علينا كده. روح بقى شوف ايه، شوف لك سكة، شوف لك دار طبخة غيرنا، شوف لك حد تاني تتعشى عنده، احنا بزيادة علينا كده قوي.